اليوم نريد التقدم، نريد الإصلاح الحقيقي. والله نريد المواطن يمشي من هنا إلى البصرة ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نريد المواطن يركب منها يروح إلى زافو ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، يشعر أنه كل هذا بلاده، يشعر أنه كل المواطنين هم إخوانه. هذا هدفنا، هذه غايتنا أنه أبو النجف مثل ما كان قبل يجي الربيعة ويحمل سيارات وياخذ طماطة وياخذ خضرة ويوديها للنجف، وغايتنا أبو الموصل يروح يجيب بضاعته من البصرة. هذا إن شاء الله، والحكومة العراقية الآن تعمل على هذا. لكن حنا كعشائر إن شاء الله لازم نسند هالدور هذا. فأخواني يكفي الخوف، وهذا وقتكم، وهذا تاريخكم، وهذا مصيركم، مصير أولادكم. أما فقط الأطماع تنتهي عن محافظة نينوى، يعني يرجع النسيج إلى وضعه الطبيعي. والحمد لله اليوم أنا كثير من إخواني العشائر، أبناء العشائر بدهوك وباربيل بيننا وبينهم اتصالات بالتليفون، انت خابر، ويسلمون علينا اللي كانوا عايشين قسم منهم يعني سنين طوال عاشوا بالموصل بال 2003 رجعوا الى اراضيهم والى اماكنهم بدهوك وباربيل. فنريد ان شاء الله الامور ترجع طبيعيه باذن الله، وترجع ان شاء الله. لكن اخواني ترجع ان شاء الله بصافي القلوب، وانا متاكد والله من قلوبكم. لو صار منكم شر، هذه ربيعة مدخل إلى العراق، بوابة الموصل إلى العالم الخارجي. الحمد لله ما سجلت حالة اختطاف أو قتل مواطن من أهالي أربيل أو دهوك أو سليمانية، وهذا كلهم عرب ربيعة 99%. هل احنا عنصريين؟ لا، بالعكس، يجون ويمروننا وهذه بيوتهم، هذا مو عيب. ولما رحلوا من أراضيهم بالسبعينات احتضناهم في زمار، واحتضناهم في ربيعة، وفي كل مكان احتضنا اخواننا، ونبقى ان شاء الله. هم سندنا وحنا سندهم، لكن ما نقبل على محافظة نينوى. يعني البيت واحد بيته ما يقبل احد يتجاوز عليه لو احب الناس عليه. يعني اخوي مكانه، انا مكاني، لكن حنا اخوة ندافع عن بعضنا، نحمي بعضنا ضد اي خطر خارجي. فاخواني روحوا للانتخابات بدون خوف، توكلوا على الله وامشوا للانتخابات، لا تخافون الله سبحانه وتعالى. وترى الرجل، بل حتى الامرأة، اذا فات دوره بهالانتخابات هذه لا يلوم الا نفسه 4 سنين راح يعيش معاناة.